لما بننزل البوستر ده او ده او ده بيطلع لنا الكومنت ده وده 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 وده. عشان كده جيت النهارده ارد على كل الكومنتات والاسئله اللي كلها بتدي نفس المعنى. يعني ايه كونكتور كونفرتر؟ يعني ايه محولات؟ يعني ايه هباط؟ ممكن تفيدني ازاي؟ ببساطه الكونكتور بيربط اي جهازين من نفس النوع. طب الكونفرتر بيحول بين انواع مختلفه كتير تماما عن بعضها. يعني من USB لتايب سي، من HDMI لفيجا، من AUX لتايب سي او لايتنج، من لان لUSB، وغيرها كتير من محولات الاجهزه. اما بقى الهباط فدي عالم متكامل بيجمع بين الكونكتور والكونفرتر، وبيبقى معاك من اول مخرجين لحد 12 و14 مخرج ومدخل لمختلف الاجهزه. يعني مشترك متكامل لكل اجهزتك، يعني كل تحويلاتك في جيبك. طب ده هيفيدني في ايه؟ اولا هي اجهزه خفيفه امنه، بتوفر وقت ومجهود، بتخلي جهازك دايما جاهز لاي حاجه وفي اي وقت وفي اي مكان، سهله التخزين، والنقطه الاهم انها هتوفر عليك انك تعمل ابجريد لاي جهاز كل مشكلته ان ما فيهوش مداخل ومخارج كفايه. زي انك تغير اللابتوب لمجرد ان المخارج والمداخل بتاعته اصبحت مش كفايه، او انك تستغنى عن كاسة عربيتك عشان ما فيهوش AUX او USB، او ان جهاز التلفزيون بتاعك AV وانت محتاجه HD، او انك تستغنى عن سماعه اوريجينال لمجرد انك غيرت موبايلك واصبح السوكت بتاعها مش مناسب، وغيرها وغيرها من المشاكل اللي بتكلفك كتير رغم ان الحل سهل وبسيط. باختصار عالم الكونكتور والكونفرتر والهباط هو عالم متكامل بيربط القديم بالجديد وبأحدث التقنيات. ده غير انه هيكفي كل احتياجاتك ويوفر عليك الابجريد السريع بالتكاليف الكتير. مستني ايه؟ ادخل في الكومنتات او ابعت لنا في المسجات وقول لنا ايه الاجهزه اللي محتاج تربطها او ايه الاجهزه اللي محتاج تحولها. ببساطه لو حياتك التقنيه مكلكعه فاي ميديا تحلها. ويلا سلام.